من الحرمان الكروي، سنين من المشاكل، من الإخفاقات. هنيئا هنيئا للمنتخب المغربي، هنيئا للمغاربه. بطبيعه الحال لحظه مؤثره وعشناها في الكواليس عندما كنا نتابع المباراه. يعني كتيلي لك وكتبين بانك عندك روح الوطنيه، روح التمغابط كما كنقول لك. علاش هو هذا المحلل كيشوف المغرب بواحد الطريقه عن بعد؟ حنايا كيفاش متصدرين رابع في كاس العالم، والملاعب وعندنا اللاعبين، يعني اللاعبين جيدين، اللاعبين اللي محترفين في العالم والعالم كيتكلم عليهم مثل حكيمي، ديان، وما عندناش كاس افريقيا واحده. تحياتي لكم كاملين. ندخلوا نشوفوا بعض اللقطات الزوينه الرائعه ديال الشعب المغربي والمحللين الطيبين اللي كيحميو المنتخب المغربي بالقلب بالروح، وكنساندوا المغرب بواحد الطريقه. احنا يا المغاربه والله العظيم لا مغاطين بالكره كتجري في الدم ديالنا. انا قلت قبل ما نوصلوا لنصف النهايه، وقبل ما نوصلوا للنهايه، قبل ما نبداو كاس افريقيا، انا كتكلم بصدق وبصراحه، واللي كاين كنقولوه، ما عندنا ما ننافقوا، ما عندنا ما نجاملوا. المغاربه المعلميه ديال العالم، الشدان ديال العالم، ماشي انا مش كنتعلى ولا كنقول الحقيقه تقال. العالم كيهضر علينا صديقي، بالجمهور، باللاعبين، بالروح القتاليه، بالمدرب، بالنتائج، بالفوز، بالالقاب. مش انا كنتكلم، التاريخ كيتكلم، البطولات كيتكلموا على روحهم يا صديقي العزيز. المهم ندخلوا نشوفوا واحد الطنجاوي ديالنا. انا طنجاوي وحنا كنبقاو مغاربه، اللي بكى الروح. هذا عايش في اسبانيا. انا ملي تفرجت فيه الدموع تغرغولي في عيني بصراحه. كنشوف الناس كيفاش كتقاتل على المغرب وقلبها مع المغاربه صاحبي. واخا حنا في الغربه قلبنا مع المغاربه صديقي. شوف السي يوسف اللي عايش في اسبانيا، وحتى السي سعيد اللي عنده 21 عام في قطر، راه كاينه تمثيليه كبيره ديال مغاربه العالم في البلاطو. انا ابتداء من غدا الله يخليك بدلني القسم النشره الجويه ولا شي حاجه، لان هذا الشيء غيوقف لي قلبي. عرفتي والله عرفتي راه الاعصاب، هذا الشيء راه ماشي عادي. وعاد الاحاسيس، وعاد شفنا في الكواليس كيفاش كانوا الاخوان والغوت. زعما اول مره غادي نعيشوا يعني في قناه تلفزيونيه هنا في المغرب. هذه هي الاجواء البطولات الكبرى في بدايه شيء خارق للعاده، واحد الاحاسيس. فاولا هنيئا لكل المغاربه، هنيئا لكل المغاربه الذين عانوا سنين طويله، يعني سنين من الحرمان الكروي، سنين من المشاكل، من الاخفاقات. هنيئا للمنتخب المغربي، هنيئا للمغاربه. بطبيعه الحال لحظه مؤثره وعشناها في الكواليس عندما كنا نتابع المباراه. يعني كنا كنتابعوا المباراه بطبيعه الحال، ولكن ما كناش. تحياتي لك وكتبين بانك عندك روح الوطنيه، روح التمغابط كما كنقول لك. علاش هو هذا المحلل كيشوف المغرب بواحد الطريقه عن بعد؟ حنايا كيفاش متصدرين رابع في كاس العالم، والملاعب وعندنا اللاعبين، يعني اللاعبين جيدين، اللاعبين اللي محترفين في العالم والعالم كيتكلم عليهم مثل حكيمي، ديان، وما عندناش كاس افريقيا واحده. كيقول لك كان عندنا كاس افريقيا شحال هذه ما نعرفش من وقت، ولكن كاس افريقيا جاتو غيره وجاتو واحد الحرقه اللي حنا نهار اللي تاهلنا في 2004 مع الزاكي حتى دابا، يعني شحال دازت 22 عام ما تاهلنا للفينال. وغيكاكي هو اللي كان خسر الفينال، المدرب كان خسر الفينال يعني مع تونس 2004. باقي عاقل عليا انا باش فهامي خا من يدو، والحمد لله دابا تاهل للفينال باش يرجع الدين اللي كان عليه غيكاكي من المغاربه ان شاء الله. وهذه كتبين بانك يعني عندك واحد روح تمغابط يا صديقي العزيز، وما شاء الله عليك، والله يوفقك والله يسلك اومو في الميدي اب. تبع الميدي انا تي في واعره بزاف اللي كتخليني دائما عايش مع الجو، يعني جو مغربي، جو تحليلي، جو اخاوي بصراحه. ندخلوا نشوفوا الفرحه ديال ما شاء الله ديال الحكيمي ودياز اللي كيقولوا عليه ما عندوش واحد روح تمغابط. سيروا على بركه الله وعرفوا وجودكم كلهم، انما كانتكم في قلبنا راه هي مكانه خاصه.
باقي ما تعرفوش شنو مكانتكم عندنا. قولوا الو ونطلب لكم بالتوفيق ولولادكم ولولاد ولادكم وخليكم مستورين. كتشوفوا حكيمي كيخسر الشامبيون وما كيبكيش يا صديقي، كيخسر كل الامكانيات ديالو وكل حاجه اللي عنده كيخسرها وما كيبكيش، ولكن على المنتخب الوطني المغربي كيبكي وكيحس حقه ديك الدموع يعاود. هنا كتسمى تمغابت، هنايا كترجع يعني هادشي هذا كامل كيرجع الفضل الوالد هذاك اللي غرس فيهم واحد الروح الوطنيه. هو ما عرفتش شنو كيعمل لهم في الفيستا، واش ما عرفتش شنو كيعمل لهم واحد الحماس كيغرس فيهم يا صديقي العزيز. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. علاش ابراهيم دياز سي ابراهيم عمل هيدا عيا وكيبكي؟ كيبكي خواه صديقي، واللاعبين الكره ما كيفهموا هاد اللقطه هادي. كيبكي خواه وخصوصا ملي عاد تشوط البينالتيس فاك على الجزاء كيبكي خواه. انا من بدي كنلعب الكره وكنقول لكم شنو كاين، ولكن الكره نتوما كتعرفوا الكره في واحد الدوري رمضاني كيبكي خواه مش عادي. دابا هنا يعني الركاب ديالو بغاو يخواو، اللاعبين كاملين الركاب ديالو خواو مي غولبو بحال اللي عياو وما اخوتي. المهم انا كنبغي نعبر بالطريقه ديالي وكنبغي نخرج داك الشيء اللي عندي داخل من اجل الفرحه ديالي على المنتخب الوطني المغربي. بصراحه ندخلوا نشوفوا واحد السيد الطيب الرائع اللي كينقي كيعمل نظافه. شنو غادي يقول؟ غيطرح واحد الاستاذ غادي يطرح الاسئله هو غادي يجاوبهم. نشوفوا الطريقه ديال الكلام والطريقه شنو كيخرج من دقمو، وهذا كيمثل كل مغربي بصراحه. حنا كنفتخروا براسنا وحنا اسود، والكاس غيبقى في المغرب، واليوم غنربحوا ان شاء الله نيجيريا كما ضربنا الكاميرون. وفيفا المغرب وفيفا ابراهيم دياز واشرف حكيمي. واجي تحياتي انا ما نخلوش من نيجيريا علاش خويا. نخافوا؟ حنا كنلعبوا كره، حنا عندنا غير الهجوم تيطلع وتيهبط، اما عندنا الدفاع والميليو كيبقى تما. كره ما توصلش عند بونو كاع. بونو مخشي بيت واحد احسن حارس في كاس افريقيا. والسلام عليكم ومربوحه اليوم ان شاء الله. تحياتي يا لالا. واش فرحان انك خدام حدا التيران فرح بالعكس قريب المباراه؟ الدم ديال البلاد نخدم مع ولاد بلادي ونبغي ولاد بلادي يدخلوا ويربحوا ويخرجوا فرحانين. خدام مع ولاد بلادي انايا مع كتساهم انت في الماتش في كاس افريقيا. حيت الدول داخلين عندنا يشوفوا النقا، يشوفوا البلاد، يشوفوا المغرب، يشوفوا كل شيء كي داير. حنا مغاربه، بلاد زينه بزاف. شفتي راه كي داير. دابا الا دينا الكاس راه انت ساهمتي في هذا الكاس. والكاس ديالنا ديالك الكاس ضاربين عليه حنا تماله. وعندنا ايكيب ماشي ايكيب مغربيه، ايكيب طالعه من المغرب وكتلعب كامله في اوروبا، كلهم في اوروبا. يعني صعيب عليهم يربحوا المنتخب. انا علاش سمونا السبوعه؟ حيت السبوعه ديال الغابه سبوعه. وتحياتي يا لالا الله يسلم. ومربوحه اليوم وجوج لزيرو. جوج هاي ماركي دياز. اخوتي الطيبوبه دولة الشعب، شوف الشعب كيفاش كيبغي الخير المغربي، الخير كينقي البلاد وكيقول لك حنايا خصنا. شوف كيفاش كيفكر، شوف كيفاش انا تجبو عنده القرايه ديالو ما عندوش شي نيفو كبير بحالي بحال بزاف الناس، ولكن التفكير ديالنا ايجابي. ما بقاتش في القرايه، بقات في الوعي. شوف الوعي اللي عند هذا الشاب الطموح. قال لك انا خصني نقي بلادي باش يجيو الناس اخرين يشوفوا البلاد نقيه. انا كنقي من اجل ولاد بلادي اللي خصني يغلبوا ان شاء الله، وغادي نغلبوا بجوج ونزيو. الحمد لله تاهلنا بفضل هاد الدراوش وهاد الناس الطيبين وهاد ما شاء الله عليهم بصراحه ما شاء الله. انا نقول واحد الكلام واخا هو ماشي في ساعته، لحاجه وحده بغينا ماشي في ساعته، ولكن كنتمنى حتى انا كنشوف المغرب عنده يد وحده
متكامل. المغرب بتسمع متكامل، يعني متكامل من جميع النواحي. هاد الملاعب من يبقاو الملاعب غادي يبقاو ان شاء الله البطوله ديال المغرب. شكون اللي غادي يتحسن؟ اللاعبين ديال المغرب ان شاء الله، والمدربين ان شاء الله. حنا متحسنين سكيتيوي وما شاء الله وابي وزيدوا ياك، واخا ماشي في ساعات. كنتمنى يكون عندنا رئيس الحكومه مثل القجع، رئيس الجامعه لكره القدم فوزي القجع. بغينا رئيس الحكومه يكون بحال فوزي القجع، يهتم بالشعب المغربي. شوف شنو كتضيع. شفتي هذا السيد الطموح الطيب، يعملوا الصحه والتعليم وتهلاونا في الشعب. الله يجازيكم، اللي عندنا احسن شعب في العالم. عاد كتخرج مع الياس من الخلف مش كاينه الدراوش. الله يجازيكم. كنتمنى من اي واحد شاف الفيديو يبارطاجي. بغينا رئيس حكومه بحال فوزي القجع اللي يتهلا في الشعب ويحس بالشعب ويكون قريب من الشعب. صراحه انا كيعز بيا الحال كنشوف المغرب متكامل، خصوصا هاد العباد. يا خوتي، قلت كل شيء. خوتي هذا هو الفيديو ديالنا. كلنا ان شاء الله غادي نوقفوا وراء المنتخب المغربي باش نفوزوا باول كاس افريقيا في الجيل ديالنا ان شاء الله. الله يوفقنا والله يسر الامور ديالنا كاملين. حنا مغاربه كنبقاو دائما يد في يد ويد وحده، والله يعاوننا والله يسر لنا الامور ديالنا. والسلام عليكم.